مساء الفل، ازيك يا مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ فيديو النهارده هنعرف ازاي نعمل التأثير اللي شفتوه اول الفيديو على برنامج ادوبي بريمير بالتفصيل. والتأثير ده اسمه دايركشن بلور، وبيستخدم في عرض المنتجات او في تصوير المنتجات ويديها تأثير حلو. هو عبارة عن تحريك او تنطيط المنتج مع تراك الموسيقى او مع البيز في الموسيقى، يعني حتة البيز بيعلى فيها بيتحرك معاها المنتج كشكل حلو وكلوك حلو يعني للفيديو. فيلا بينا ازاي نشوف عملناه مع بعض. دلوقتي انا فتحت طبعا برنامج ادوبي بريمير عشان نبدا نشرح ازاي عملنا التأثير ده مع بعض. اول حاجه هسحب الفيديو بتاعي على التايم لاين، بعد كده هقف عليه وادوس كنترول ال عشان يفصل لي الصوت عن الصوره. بعد كده همسح تراك الصوت بتاعه مش عايزه. بعد كده هجيب لي الميوزك اللي انا هشتغل عليها او اللي انا هشتغل بيها، احطها هنا كده. هقف على بين الاوديو 1 واوديو 2، واول ما يعمل لي الشكل ده ادوس كليك شمال واسحب لتحت عشان اكبر تراك الصوت واشوف البيز فين اللي بيعلى فيه تراك الصوت عشان اعمل التأثير معه. ممكن بس اعمل كليك يمين اوديو جين -10 عشان التراك بتاعي عالي. يعني تقريبا انا هخلص التراك بتاعي او الجزء اللي انا هاخده لحد هنا، مش هاخد زيادة عن كده. هنا وادوس هاخد حرف السي من الكيبورد عشان اخد الكات تول واعمل كات وامسح الجزء الزياده ده مش عايز. بعد كده هشوف ابدا اعمل التأثير بتاعي فين. انا عايز اعمل التأثير بتاعي مع البيز بتاع الموسيقى، فهشوف الحته اللي بيعلى فيها البيز واحط الفيديو بتاعي عندها وابدا اشتغل عليه او ابدا احرك فيه او ابدا اعمل التأثير ده عليه. هنشوف بس الاول الفيديو بتاعي بيبدا فين الحركه عشان الجزء الثبات الاول مش عايزه همسحه. هنا تقريبا بدات اتحرك انا، فاخد سي من الكيبورد عشان اخد الكات تول واقطع الجزء ده واعلم الجزء اللي قبله وامسح. تقريبا انا دي هتبقى اخر حاجه النهايه، ودي اول بيس في النهايه تقريبا، فهسحب الفيديو بتاعي عليها في حته معينه، يعني مش لازم من اولها انه يبدا في اولها. عندي جزء البيس ده اللي بيعلى فيه التراك هنا، هبدا اعمل اول جزء في التأثير بتاعي. هيبقى التأثير بتاعنا كالاتي: هنقف في البدايه البيز اللي احنا عايزينه، واخد السي من الكيبورد الكات تول برضو واقطع وامشي سهم يمين واقطع وامشي سهم يمين واقطع لحد ما تخلص الجزء بتاع البيز عشان يبقى هو ماشي مع البيز بتاع الموسيقى. في طريقتين لعمل التأثير، يا اما تعمله على الفيديو نفسه يا اما تعمله على adjustment layer. انا بفضل اعمله على adjustment layer بيبقى شكله احسن، فانا هوريكم الطريقتين وانتوا براحتكم. هروح على قائمة effect واكتب direction blur عشان يطلع لي التأثير. هتكتب 3 حروف هيطلع لك على طول، اكتب DIR فهيطلع لك direction blur. هسحبه كده. لو على الفيديو نفسه هتحطه على اول جزء كده، بس في الفيديو هتعوز تعمل حاجة، هاخد الدايركشن بلور واعمله على تاني جزء. لو هتعمله على الفيديو نفسه يبقى هتعوز تمسح فريم وتسيب فريم، يعني امسح الفريم ده واسيب ده وامسح ده واسيب ده وامسح ده واسيب ده وامسح ده. لو هتعمله على الفيديو نفسه عشان يبقى يعني شكله كده مفضل او شكله باين بالشكل ده. هروح هنا مثلا اقف على اول جزء وانزل تحت خالص في قائمة افكت كنترول، يطلع لك دايركشن بلور من تحت، فبلور لينث هخليها 40. اوكي، فلو شفتوا هنا في السكرين هنا بدأ يتغير شكل الشاشة بتاعتك. خلي ده 40 مثلا، برضو خلي ده برضو 40، هيبقى شكل التأثير بتاعنا بالشكل ده كده شكل. فانا الشكل ده مش بحبه او يعني مش بفضل ان انا اعمله على الفيديو نفسه، فانا بعمله على adjustment layer. فيلا بينا نشوف الطريقه الثانيه ازاي نعمل. هروح على البروجكت، كليك يمين نيو ايتم adjustment layer وادوس له اوكي. هسحب الادجستمنت لاير مع بدايه البيز واحطه برضو مع بدايه البيز بار، كبر زائد من الكيبورد عشان اكبر. هكتب بس تراك الصوت عشان يبقى صوتنا واضح، وابدا امشي سهم واخد برضو الكات تول وابدا اقطع، امشي سهم يمين عشان امشي فريم باي فريم واقطع لحد برضو لحد اخر البيز. ممكن ازود واحده كده بس الباقي اللي ورا ده انا مش محتاج. الادجستمنت لاير بقى انا قطعته لفريمات، كل فريم بفريم. همسك هسيب واحد وامسح واحد، نفس الفكره اللي عملناها في الفيديو اعملها في الادجستمنت لاير بالشكل ده. ممكن هنا اخد الت واسحب واحد عشان اضيف واحد زياده في الاخر. بعد كده اروح على قائمه الافكت واخد دايركشن بلور على كل واحده. في حل اسهل من كده ان انا يعني اخد الت واخد كوبي من كل واحد، بس يعني هنمشي بالطريقه دي يعني. كده اخر واحده انا واقف عليها، انزل تحت بلور لينس هخليها 40، يعني حاول ما تزودهوش قوي عشان ما يبقاش مبالغ فيه، يعني برضو على حسب الفيديو بتاعك. انا بالنسبه للفيديو بتاعي شايف ال 40 مناسبه، يعني ال 40 برضو. نفتح تراك الصوت بقى، شيل الميوت، هيبقى التأثير بتاعنا بالشكل ده. طبعا مش واضح قوي هنا. في طريقه تانية عشان نخليه برضو يبقى شكله احلى، هنقف على تراك الفيديو نفسه
وناخد الكات تول برضو، فريم كات فريم كات. بس هنا مش هشيل واحد واخلي واحد، هيفضل زي ما هو. بس مع التأثير اللي فيه البلور لينس او الدايركشن بلور، هروح على الجزء اللي تحته او الفريم اللي تحته واعلي السكيل بتاعه، اخليه مثلا 150. ده في الكل على كده. ده شكل التأثير بتاعنا بعد ما اتعمل. هنا بعد كده ممكن بقى اكرره مع كذا جزء في البيز تاني عشان يبقى يديني شكل احلى. يعني مثلا جزء البيز ده اللي بعده همسك دول برضه هم دوس ال واسحب كده عشان اخد جزء منهم تاني. هنروح للفيديو نعمل نفس الفكره، هعمل كتات، هخلي الفريم اللي تحت التأثير هخليه السكيل بتاعه 150 برضه. نروح على اول واحد خليه 150 وخليهم كلهم نفس الفكره، فيبقى التأثير بتاعنا بالشكل ده. فكل ما تلاقي بيز موسيقى وعايز تعمل التأثير ده اعمله، هيديه لوك حلو للفيديو بتاعك. ان شاء الله التأثير ده يعجبكم وطبقوه وقولوا لي رأيكم في التعليقات. والى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين تعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعة أخرى، إلى اللقاء.